المنتخب المغربي. كيف ستكون الحالة النفسية لهؤلاء عندما تتحدث وتقول نحن لا نمثل العرب، وكأنك تقول لا تشجعونا ونحن نهتم فقط بتمثيل المغرب. أعتقد بأن الركراكي نسي المعركة الأساسية في هذه الكأس الإفريقية، وهي الفوز بكأس إفريقيا الغائبة عن خزائن المغرب منذ تقريبا نصف قرن، يعني منذ 48 سنة المغرب لم يفوز بكأس إفريقيا. الركراكي نسي هذه المعركة الأساسية وراح يدخل في معارك جانبية، أولها معركة مع مبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، وتلك الحرب الإعلامية التي كانت بينهما وانتهت في أروقة الكاف، والآن ستنتهي في أروقة المحكمة الرياضية. ثم دخوله أيضا في معركة مع الجماهير العربية بعدما قام بتلك التصريحات المجانية. لذلك أقول لوليد الركراكي عليه أن يراجع نفسه ويراجع تصريحاته. ثقة زايدة محمد، وهناك أيضا كانت هناك ثقة زائدة، غرور زايد. بقي هو المنتخب الوحيد العربي الموجود، وحتى جابها بطريقة أنا ما أعرفش كثير في اللهجة المغربية، قالوا ما نرفع الدراب تاع العرب يعني ايه كما كلت يعني ما ابعدونا عن الحته دي ملاش دعوه. فكانت تصريحات بكل غرور ايه عشان إيه انت تترقب بعد كده استمراره ونجاحه فقط للمغرب، ما تكلمنيش في العرب. نعم، نوليو برك محمد النقطة تحدثها حمدي، قال لك الاتحاد المصري يعني يتشاور مع اللاعبين فيما يخص تعيين مدرب. هل هذا سيكون في الجزائر من قبل الاتحادية ومن قبل اللجنة التي تم تعيينها من أجل يعني دراسة السيرة الذاتية لأي مدرب أو المدربين الذين يتم تداولهم في الآونة الأخيرة؟ شيخ محمد، هل ممكن هذه اللجنة تستشير ركائز المنتخب الوطني في اختيار المدرب الجديد؟ شوف سامر، لو كانت في الأندية نقول لك رئيس راح يشاور بعد ركائز تاع النادي، ولكن في المنتخب ما نظنش. نعطيك انا واش عشته انا محمد سامي، واش عشته. كنا في الطرابوسات، كان عندنا مدرب اسمه خالد محي الدين، باتوا معاه في الليل في 5 جويلية صباح نوضوا محمد نصيبوا سعدان، واحد ما شاورنا، ولكن واحد ما كانش عندنا مشكل باش نكملوا المهمه مع سعدان، نرقدوا بسعدان نوضوا نصيبوا كمال الموي الله يرحمه. يعني كانت تغييرات تاع المدربين تقريبا كل 3 شهور 4 شهور، وحنا ما عطرش علينا وواحد ما شاورنا. ما نظنش انا رئيس الاتحاديه راح يشاور ركائز تاع المنتخب الوطني في اختيار المدرب. وزيد حتى الركائز تاعنا اليوم يعني متقدمين في السن، متقدمين كثير في السن. هنا راح يكون مشكل. نظن باللي الناخب الجديد راح يتكلم، هو اللي راح يتكلم بعد ما ينصبوه، راح يتكلم مع اللاعبين هذوما الركائز اللي متقدمين في السن، هل قادرين تكملوا معايا المهمه ام لا؟ نعم. لم نتحدث عن خوسي بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، راتبه ليس عاليا، يتقاضى حوالي 70,000 يورو شهريا. شاهدنا منتخب نيجيريا منتخب قوي جدا. هناك الكثير من التقارير تتحدث على أن هذا المدرب سينتهي ارتباطه مع منتخب النسور مباشرة بعد نهائيات كأس إفريقيا مهما كانت النتيجة. وربما تجدد فيه الثقة بما أنه قدم كأس إفريقية جيدة إلى غاية الآن رفقة المنتخب النيجيري الذي لا يتواجد في أحسن أحواله مؤخرا. جوزي بيسيرو كمعلومة فقط كان مساعدا لكارلوس كيروس أيام تدريبه لجالاكتيكوس ريال مدريد. عنده أيضا كان مدربا لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، درب السعودية أيضا. نعم، درب السعودية. وصل مع نادي سبورتينغ لشبونة إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 2004-2005، لكنه خسر أمام نادي سيسكا موسكو آنذاك. لما تشاهد مسيرته التدريبية مسيرة محترمة، سبق له أن درب المنتخب السعودي، درب نادي بورتو البرتغالي، درب الأهلي المصري. يعني عنده خبرة أوروبية وعنده خبرة إفريقية وعنده خبرة حتى في المستوى العالي ولو كمدرب مساعد في نادي ريال مدريد. درب أيضا في أمريكا اللاتينية في فنزويلا، والآن يدرب المنتخب النيجيري الذي إلى حد الآن نجده متواجدا في المربع الذهبي لكأس إفريقيا، ولو أنه على مستوى الأداء المنتخب النيجيري لم يقنع إلى غاية الآن. مع هذا المقابلة الأولى اللي ما كانش مليح. لا، الأداء، نتكلم على الأداء. حتى هو اليوم بيسيرو اليوم كان عنده بالأمس كان عنده تصريح
اعترف أنه المنتخب النيجيري في هذا الدورة واقعي أكثر من اللزوم. قال هو فريقه قال أتمنى أن نسجل أهداف أكثر، لأنه غلته من الأهداف متواضعة مقارنة بالأسماء التي يملكها. مثلا في خط الهجوم أنت عندك أوسيمان الذي كان نعم أفضل مدرب، أفضل مهاجم في العالم، مهاجم إفريقي في العالم، كان هداف الدوري الإيطالي. عندك لقمان أديمولا، لقمان واحد من أحسن اللاعبين حاليا في إفريقيا. لذلك نتوقع أنه مع هذا المدرب تزيد شوية الغلة من الأهداف. تعرف أن الجمهور الجزائري جمهور متطلب كثيرا ويحب مشاهدة اللعب الممتع والأهداف الغزيرة. لما تجيب الجمهور الجزائري مدرب يفوز بهدف واحد ولا تتذكر أيام رابح سعدان، نحييه من هذا المنبر، مع الشيخ رابح سعدان كنا نفوز ولكن دائما بصعوبة كبيرة وبفارق هدف. يعني اليوم محمد اسمح لي يعني نقصيه المدرب الوطني، لا حديث عن المدرب الوطني لحد الآن. ما كاين مشكل، لا حديث على انا ممكن اقول حاجه بس انتوا ادرى بالدوري في الجزائر. مدرب اتحاد العاصمه بن شيخه، انا ما اعرفش يعني، انا بترك الاسم فقط للنقاش لي. بن شيخه كانت له تجربه سيئه مع المنتخب الوطني الجزائري وخرج من الباب الضيق، وعندما يعود الى تلك الحقبه وكانه ناقم. لكن انا بتكلم في النهايه اخر بطوله حقق، انا يعني لست ملما كثيرا بالدوري الجزائري، ولكن مديريه الجزائر في النهايه لما انا نعطيك معلومه انه فيها الاهلي وحقق اسم بن شيخه لحد الان غير مطروح ابدا على طاوله لا هو ولا غيره مدرب محلي. لا، اسماء مدربين محليين كمساعدين اوكي، ولكن مدرب رئيسي لا. نعم، لكن كمدربين رئيسيين لا. نولي بالك المنتخب النيجيري محمد لامين، المنتخب النيجيري لو شفناه شفت اللعبه تاع اليويو، يعني يطلع ويحبط يطلع ويحبط، ولكن من المقابله الثالثه هو في منحة تصاعد. شوف لما تشوف المنتخب هذايا من فوق بالكاميرا العنكبوتيه، شوف يعني اللاعبين محطوطين في الاماكن ديالهم صحيح، وعندهم قوه بدنيه، لا بويسانس، عندهم كل شيء. هذا المنتخب المدرب عنده مسيره محترمه ايضا. صحيح انه لم يدرب في انديه عملاقه، ولكن كان مدرب مساعد في ريال مدريد مع كيروش في فتره سابقه، درب منتخب السعوديه، درب سبورتينغ لشبونه، وصل معهم الى نهائي كاس الاتحاد الاوروبي، خسره امام نادي سيسكا موسكو. هذه كلها خبره اكتسبها من مسيره طويله قادته الى الجزيره العربيه، الى مصر، الى الخليج، الى اوروبا، الى امريكا اللاتينيه. يعني عنده مزيج من الثقافة الكروية بين تقريبا مختلف القارات في العالم. نعم. لذلك يبقى خيارا أيضا جيدا. وما نسوش أنه قلنا حاليا لا زال موجودا في الدور نصف النهائي، ومن يدري ربما يذهب إلى النهائي وربما يتوج باللقب مع المنتخب النيجيري. حمدي، كيف تعامل الإعلام المصري هناك في القاهرة مع خروج مصر من الدور الثاني وكذلك إقالة المدرب ريفي فيتوريا؟ خروج مخيب جدا. يعني مصر في الدورة السابقة تصل إلى النهائي. الأسوأ من خروج المنتخب المصري، وأعتقد أغلب المنتخبات العربية، هو الأداء كذلك. يعني أنك تخرج بدون فوز في أي مباراة، يعني تعادل في كل المباريات، والخسارة في الأخيرة شيء مؤسف للغاية. صحيح أن المنتخب المصري يعني كان سيء الحظ في عدة إصابات، كان خروج محمد صلاح، إصابة الشناوي، إمام عاشور في النهاية برضه ما كانش موجود في المباريات المهمة، كان عدة إصابات مهمة كثيرة جدا. أعتقد من أهمها يعني الشناوي، أعتقد كان وجوده كان ممكن يغير كثير في خاصة الوصول إلى ركلات الترجيح، مع أبو جبل جباسكي اللي اختلف تماما مستواه عن النسخة الماضية، وضيع، بعتبر أنه هو ضيع فرصة. شاهدنا الإعلام المصري يجلد المدرب ريفي فيتوريا، يسلخ جلد محمد صلاح بعد ذهابه إلى إنجلترا من أجل العلاج. شاهدنا محللين مصريين ولاعبين دوليين سابقين يهاجمون بقسوة المنتخب المصري، خاصة المدرب، أبرزهم وائل الجمعة الذي قال كل شيء في تلك المداخلة.